طب برضو حابين نسأل حضرتك سؤال. حضرتك ليه اخترت التخصص النساء والتوليد، التخصص ده بالذات يعني تخصص الحقن المجهري؟ طيب هو انا تقريبا في الحالتين ما اخترتش. يعني انا من قبل ما ادخل كليه الطب اساسا انا كنت حاطط في دماغي ان انا اكون جراح، عاوز ابقى جراحه عامه. ويمكن انا فكرت التفكير دوت لان انا عمي الدكتور حسن توفيق ربنا يبارك في عمره ويديله الصحه، يعني هو ده مثلي الاعلى وقدوتي في الحياه عموما يعني. هو كان قدامي طول الوقت وانا كنت بحضر معاه عمليات من وانا في اعدادي. يعني كان ليها قصه طريفه كده. الموضوع كان عندنا حد قريبنا بيعمل عمليه وانا في اعدادي، وبعدين ادخل يا محمد احضر معانا العمليه بعد ما عقمه كده يعني. بعدين حضرت العمليه وبعدها بقيت اروح ريجولار احضر معاه عمليات. فكان تفكيري كله في ان انا ابقى جراح. لما جينا في الامتياز الدكتور حسن عمي قال لي ان هو عاوز يعني يشغلني كذا تخصص وانا اللي اختار. ودي من حكمته المعهوده يعني، ان هو ما زقنيش في حته معينه وحطني فيها عشان ما يبقاش اجبرني يعني. فانا في سنه الامتياز دي كنت دكتور طوارئ كويس جدا يعني. اشتغلت طوارئ كتير جدا، اشتغلت عظام واشتغلت جراحه عامه واشتغلت انا من سنه رابعه بشتغل مع عمي جراحه عامه. واشتغلت نساء وتوليد اشتغلت كمان بطنه وحالات حرجه مع بعض الزملاء يعني. ففي الفترة ديت أنا لقيت نفسي لوحدي كده مزقوق ناحية النساء والتوليد. كنت بشتغل مع حد صاحب عمي دكتور محمد عبد الرحمن الله يرحمه، من الناس اللي حببتني جدا جدا في الموضوع. وهو الموضوع مش جه بطريقة إن أنا حبيت التخصص فرحت قلت هاخد تخصص، لا هو أنا لقيت نفسي من ضمن التخصصات اللي أنا اشتغلتها رايح مزقوق ناحية البتاع دوت التخصص دوت ومهتم بيه وحريص على إن أنا أحضر النبطشيات في مستشفى بنها التعليمي وفي مستشفى الجلاء للولادة. بقى لقيت نفسي يعني غصب عني بدون إرادة وتخطيط مني رايح في الحتة دي وكملت فيها في مجال النساء. بالنسبة للحقن المجهري، والله الحقن المجهري نفس القصة بالظبط. أنا بعد ما خدت نساء وتوليد وخلاص خلصت الماجستير سنة 2010 برضو أستاذي وصاحب الفضل عليا اللي لا يمكن أنكره دكتور احمد يوسف رزق. حصل ان انا قربت من الدكتور احمد يوسف بشكل معين كده ملوش دعوه بالطب ولا الشغل خالص. خلال فتره قربي من الدكتور احمد يوسف في 2011 كده انا كنت مقرر ان انا اشتغل جراحه اورام. ما كانش في دماغي خالص قصه الحقن المجهري دي خالص. الدكتور احمد يوسف حد من الناس البايونيرز، يعني لو قلنا ان في ناس معينه كده على مستوى مصر والوطن العربي بيشتغلوا كل حاجه تقريبا، والدكتور احمد يوسف واحد من الناس دي. الدكتور احمد يوسف بيشتغل اورام كويس قوي، بيشتغل مناظير كويس قوي، من اوائل الناس في مصر اللي كان عندها مركز متخصص في الحقن المجهري. فخلال الفتره ديت انا برضو لقيت نفسي مشدود لوحدي كده، والدكتور احمد بيوجهني بدون ما هو يقصد وبدون ما انا اقصد ناحيه الموضوع ده. يعني هو مثلا وانا رايح له مثلا دخلت لقيته شغال في المعمل بيعمل حاجه معينه، قربت من القصه شفت التفاصيل بتاعتها، وكمان يعني هو لقيته هو بيزقني ناحيه الموضوع. ف برضو بدون قصد مني وبدون تخطيط مني لقيت نفسي اتزقيت في الحته دي. ده بالنسبه للتخصص الحقن المجهري يعني.